عايزة أقولك على حاجات ممكن تكون بتستنزفك طول الوقت وانتي مش واخدة بالك منها. إنك تفضلي متاحة طول الوقت حتى وانتي تعبانة، حتى وانتي جايبة آخرك وما عندكيش طاقة، مفيش زرار أوف. إنك بتشيلي كل حاجة في دماغك. الحمل الذهني على فكرة بياخد مجهود أكبر من أي حاجة تانية. مواعيد، احتياجات، مسؤوليات، حاجات وراكي في البيت، تمارين للولاد، كل ده حمل ذهني. الإحساس إنك لازم تكوني هادية طول الوقت، فكرة إنك بتكبتي مشاعرك وبتكبتي غضبك جواكي بزيادة، ده أصلاً بيحط حمل عليكي كبير جداً. كبت الغضب عايزة أقولك بيستنزف أكتر من الزعيق نفسه. وطبعاً أنا مش بقول إنك تزعقي، بس بقول إن في أساليب تانية ممكن نتعامل مع الزعيق بيها. إنك تهتمي بكل الناس وتنسي نفسك. الأكل والنوم والراحة آخر أولوياتك، بتفتكريها بعد ما بتكوني جبتي آخرك. جلد الذات على كل غلطة، طول الوقت بتأنبي ضميرك على إنك زعقتي مرة، على إنك عليتي صوتك مرة. جلد الذات إنك على طول مقصرة، جلد الذات إنك على طول عصبية، وده بيشفط طاقة غير عادية. مش كل استنزاف شكله تعب، بالعكس في حاجات كتير صغيرة بتحصل في يومك ممكن تكون هي اللي بتوصلك للاستنزاف ده وانتي مش حاسة بيها. قوليلي بقى في الكومنتس ايه اكتر حاجة بتحصل لك من الحاجات اللي قلتها لك دي.